السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي سنة رابعة؟ النهاردة بإذن الله هنكمل باقي درس أنماط سكان بلدنا. وقبل ما نكمل النص التاني هنراجع على نص الدرس الأول مراجعة سريعة جدا. كنا بنتكلم عن التعداد السكاني وقلنا اللي مسؤول عن تعداد للسكان هو الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وقلنا كمان إن مصر بتعمل تعداد للسكان كل 10 سنوات. كمان اتكلمنا عن الزيادة السكانية بتكون موجودة في محافظات ايه، اللي هي محافظات القاهرة والجيزة، وقلنا ان عدد سكانهم من 8 ل10 مليون نسمة. ده كمان كان بسبب طبعا ايه ان مصر هي الايه العاصمة. كمان اتكلمنا عن المدن او المحافظات اللي بيقل فيها السكان عن مليون نسمة زي جنوب سيناء مثلا. كمان اتكلمنا عن التعداد في مصر على مر العصور، وان مصر القديمة هي اقدم الدول اللي عمل تعداد للسكاني. كمان في مصر الإسلامية كان بيحصل تعداد كل 6 أشهر. كمان في مصر الحديثة طبعا دلوقتي التعداد كل 10 سنوات، وبيشمل كمان البيانات المطلوبة الشاملة للسكان. النهاردة بقى يا حبايبي هنتكلم عن أنماط السكان في مصر. وقلنا في بداية الدرس إن أنماط يعني أنواع، يبقى هنتكلم أنواع السكان عن أنواع السكان في إيه في مصر. طبعا أنواع السكان في مصر بينقسموا ل3 أنواع: سكان الحضر، سكان الريف، كمان سكان الصحراء. الصحراء. بالنسبة لأول نوع من أنواع السكان يا حبايبي اللي هو سكان الحضر. طبعا الحضر دول اللي هم بيسكنوا في المدن. طبعا كلنا عارفين ان في مصر قرى وفي مدن وفي صحراء، قرى ومدن وأماكن صحراوية. اللي بيعيشوا في المدن هم بنسميهم سكان الحضر. الحضر. طبعا المدينة هيشتغلوا فيها يا إما بالصناعة يا إما بالتجارة يا سياحة يا خدمات، ما فيهاش زراعة. يبقى هي الأنشطة اللي بيعملوا فيها سكان الحضر الصناعة والتجارة والسياحة والخدمات، سواء بقى الخدمات التعليمية زي المدارس أو الصحية زي المستشفيات أو المصرفية زي البنوك. طيب ايه هي المحافظات الحضرية؟ طبعا هي محافظات القاهرة والاسكندرية والسويس وبورسعيد. دي 4 محافظات بنسميها المحافظات الحضرية اللي هم في المدن. طيب نسبتهم قد ايه؟ يعني هم كام من السكان كلهم اللي موجودين في مصر؟ هم 42.4%. دول عدد سكان المدن بس اللي هم الحضر. طيب ده الكلام ده لتعداد 2017، احنا مش بنتكلم عن الوقت دلوقتي، احنا بنتكلم عن آخر تعداد حصل. بالنسبة بقى للأمية، يعني التعليم أو الأمية هي اللي منتشرة أكتر في المدن. طبعا الأمية في المدن أو في الحضر منخفضة، لأن احنا كلنا عارفين إن الناس اللي هم في المدن عندهم نسبة أو عندهم مدارس أكتر، بالتالي نسبة التعليم هناك بتكون أكتر. يبقى الأمية هتكون منخفضة لأن في مدارس أكتر، وكمان مستوى المعيشة للناس مرتفع. يعني إيه مستوى المعيشة؟ يعني الناس عايشين عيشة حلوة، معاهم فلوس أكتر، فبالتالي بيدخلوا ولادهم المدارس وبيعلموهم إيه للنهاية. بالتالي كده الأمية بتكون إيه منخفضة. كمان هنتكلم عن المشكلات اللي بيواجهها أهل الحضر. هل أهل الحضر اللي عندهم مدارس وبيشتغلوا في الصناعة والتجارة والسياحة ومستواهم مرتفع ممكن يكون عندهم مشكلات؟ طبعا عندهم مشكلات، وهي مشكلة هجرة سكان الريف إلى المدن. يبقى الميزة اللي عندهم إن عندهم كل الخدمات دي، بالنسبة لهم بتسبب لهم مشكلة، لأن الناس اللي هم عايشين في الريف وما عندهمش الخدمات دي بيحاولوا ان هم يسافروا للمدن وده بيسبب طبعا زيادة للضغط على الخدمات وظهور العشوائيات. تاني الكلام ده نفسره بشكل أبسط شوية. احنا بنقول دلوقتي ان المدن الحضرية كلها ميزات حلوة جدا، ان فيها صناعة وفيها تجارة وفيها سياحة، فيها شغل حلو، وكمان فيها مدارس وفيها خدمات. وبالتالي الناس اللي هم عايشين في القرى وما عندهمش الخدمات دي بيحبوا ان هم يروحوا للمدن يستفيدوا من الخدمات دي، يستفيدوا من الشغل، كمان بيلاقوا الشغل هناك اكتر، فبالتالي مستواهم المعيشي هيبقى احسن في المدن. علشان كده كل الناس تهرب من القرى وتروح المدن. طب ده يعمل ايه؟ يزود الضغط على الخدمات. يعني بدل ما المدارس مكفية اهل المدن فيكون فيها ازدحام اكتر،
يعني الناس اللي هم هيعيشوا في المدينة هيشاركوا الناس اللي هم أهل المدينة في المدارس دي، فبالتالي هيزودوا الضغط على الخدمات. وكمان هيظهر عشوائيات، لأن مش هتكفي المدن وجود أهل المدينة وأهل القرى في المكان ده، فبالتالي هيحصل إن هم هيبنوا أماكن على أطراف المدن ويعيشوا فيها، والأماكن دي طبعا مش هتكون زي الأماكن اللي داخل المدينة، دي كده اسمها العشوائيات. ده بالنسبة للمشكلات اللي بتواجه أهل المدن. طيب هل الدولة هتسكت على المشاكل دي؟ طبعا بتحاول بكل الطرق إن هي تواجه المشكلات اللي موجودة في أي مكان، فهتعمل تنفيذ للمشروع القومي لتطوير العشوائيات. طبعا هتسيب أهل القرى موجودين في أماكنهم في العشوائيات، لكن هتطور العشوائيات دي وتحاول إن هي تنظمها وتبنيها بطريقة صحيحة وتوفر لهم الخدمات في الأماكن دي. يبقى دلوقتي نراجع كده سريعا. أول نمط أو أول نوع من أنواع السكان في مصر هم سكان الحضر، ودول اللي هم حاظيين بكل الخدمات أو معظم الخدمات والميزات اللي موجودة في مصر، يعني عندهم صناعة وتجارة وسياحة وخدمات تعليمية وصحية ومصرفية وهكذا، وبالتالي ده بيكون ميزة ليهم، لكن بيعمل لهم مشكلة هنتكلم عنها بعد شوية. طبعا بيسكنوا في المدن، المحافظات اللي بيسكنوا فيها أو بنسميها محافظات حضرية زي القاهرة والإسكندرية والسويس وبورسعيد، نسبتهم قد إيه؟ 42.4%. الأمية عندهم منخفضة لأن عندهم مدارس، كمان مستوى المعيشة عندهم بيكون مرتفع جدا. المشكلات اللي عندهم هجرة أهل الريف للمدن، وبالتالي ده بيعمل ضغط على الخدمات وظهور العشوائيات. طب الدولة بتواجه المشكلة ازاي؟ بتحاول ان هي تطور العشوائيات، بتعمل على تطوير العشوائيات. النمط اللي بعد كده او النوع اللي بعد كده هم سكان الريف. سكان الريف، ودول اللي هم بيهاجروا للمدن، بيسكنوا القرى، الأماكن اللي بيقعدوا فيها اسمها قرى. طبعا مش هيشتغلوا بالصناعة والتجارة، هيشتغلوا بحرفة الزراعة وكمان تربية الحيوانات. نسبتهم أكبر شوية من سكان الحضر اللي هي 57.6 من سكان مصر. الأمية عندهم هتكون مرتفعة. يعني ايه أمية؟ قلنا يعني إن مفيش تعليم، يبقى الأمية عندهم مرتفعة، اللي مش متعلمين أكتر. طبعا الأمية في الحضر كانت أقل، هنا الأمية هنا أكتر. المشكلات اللي عندهم إن مستوى أو متوسط عدد الأفراد الأسرة كتير، عندهم زيادة أكتر في عدد الأسرة. طبعا ده بسبب كثرة الإنجاب، إن هما بينجبوا عدد كتير من الأطفال، وكمان الزواج المبكر، إن هما بيتجوزوا في وقت بدري، فبالتالي ينجبوا أطفال أكتر. يبقى أول مشكلة عندهم إن عدد أفراد الأسرة كبير، وده بسبب كثرة الإنجاب والزواج المبكر. كمان عندهم مشكلة انخفاض مستوى المعيشة. يعني ايه انخفاض مستوى المعيشة؟ يعني عندهم الفقر منتشر اكتر، وبالتالي ده بيكون بسبب قلة الخدمات، ان ما عندهمش الخدمات التعليمية والصحية اللي موجودة في المدن، وكمان فرص العمل مش موجودة، مش موجود شغل غير في مهنة او حرفة الزراعة. يبقى تاني مشكلة عندهم انخفاض مستوى المعيشة، وده بيكون بسبب بما تفسر انخفاض مستوى المعيشة لسكان الريف، لأن الخدمات عندهم قليلة وكمان مفيش فرص عمل. الدولة زي ما قلنا هتواجه المشكلة دي، كمان هتواجه مشكلة أو مشاكل الريف ازاي؟ أولا هتوعي الشباب بأهمية تنظيم الأسرة وتقليل الإنجاب. يعني ايه؟ يعني هتفهم الناس ان عدد الأسرة لما بيكون قليل بيكون أحسن للأسرة. كمان إطلاق مبادرات لتنمية الريف مثل مبادرة حياة كريمة. المبادرة دي اللي اسمها حياة كريمة دي بتهتم بالريف وبتوفر لهم خدمات ورعاية أكتر، وبتساعدهم أكتر عشان ترفع من مستوى معيشتهم. تاني كده نراجع سكان الريف أو النمط التاني من أنماط السكان وهم الريف بيعيشوا في القرى، بيشتغلوا في الزراعة وتربية الحيوانات، نسبتهم 57.6%. الأمية عندهم مرتفعة جدا لأن هم ما عندهمش مدارس أكتر. المشكلات اللي عندهم زيادة عدد أفراد الأسرة بسبب كثرة الإنجاب والزواج المبكر. أما المشكلة التانية فانخفاض مستوى المعيشة، وده بسبب قلة الخدمات ونقص فرص العمل.
المشكلة دي بتواجهها الدولة إزاي؟ بتوعي الشباب بأهمية تنظيم الأسرة إن هم ما ينجبوش عدد كبير، وكمان عملت لهم مبادرة اسمها مبادرة حياة كريمة. هنتكلم بقى دلوقتي عن تالت نوع أو تالت نمط من أنماط السكان، وهم سكان الصحراء، ودول طبعا أقل في السكان وأقل في الخدمات، وبالتالي هم مختلفين عن النمطين اللي قبلهم. بيعيشوا في الصحراء أو في الصحاري المصرية، وبيكون اسمهم البدو. اسمهم الإيه؟ البدو. حرفتهم طبعا اللي بيشتغلوا فيها هي حرفة الرعي. حرفة إيه؟ الرعي. طيب نسبتهم ضئيلة، يعني قليلة جدا. طيب مواجهة الدولة المشكلات بتاعتهم، طبعا كلنا عارفين ان مشكلات البيئة الصحراوية كتير من غير ما يذكرها لك في الكتاب، وهي ان ما عندهمش فرص عمل زي الاماكن الحضرية، كمان مستوى معيشتهم منخفض جدا، كمان مفيش خدمات، فدي كلها مشكلات موجودة في البيئة الصحراوية. الدولة هتحل المشكلات دي ازاي؟ من خلال ان تبني لهم مساكن، لان طبعا هم مش المساكن عندهم مش متوفرة في الصحراء. كمان هتوفر لهم فرص عمل في ان هم يشتغلوا يا اما في الزراعة يا اما في التعدين، لان ده هو المتاح اللي موجود في الصحراء. من كده بكده يكون عندنا 3 أنواع من أنماط السكان، اللي هم سكان الحضر والريف والصحراء. يعني عندنا تنوع في السكان. التنوع ده مفيد جدا لينا، لأنه بيعمل لنا تحقيق للتكامل ما بين السكان وتبادل المنتجات. يعني إيه الكلام ده؟ يعني بيخلينا ننفع بعض، نساعد بعض بالحاجات اللي مش عند التاني. يعني إيه الكلام ده؟ يعني مثلا سكان الريف اللي عندهم زراعة وعندهم منتجات غذائية وعندهم ألبان من الحيوانات وهكذا، ده بيدوه لأهل الحضر، لأن هم ما عندهمش الأرض الزراعية الكافية ليهم. كمان أهل الحضر يدوهم بالصناعات اللي هم بيصنعوها في المصانع بتاعتهم. أهل الصحراء يمدوا الأماكن الحضرية اللي هم فيها المصانع بالمواد المعدنية اللي بيحصلوا عليها من التعدين، وهكذا. يعني كلهم بيساعدوا بعض أو بيتبادلوا المنتجات اللي عندهم. السؤال هنا بقى بيجي ازاي؟ يساعد تنوع أو ما النتائج المترتبة على تنوع سكان مصر؟ ما النتائج المترتبة على تنوع السكان؟ بيساعدنا على تحقيق التكامل. يبقى الإجابة هنا تحقيق التكامل ما بين السكان وتبادل المنتجات. هنتكلم بقى دلوقتي عن حاجة اسمها المشروع القومي لتطوير الريف المصري. يعني الدولة عملت لنا مشروع جميل جدا للاهتمام بالريف وتطوير الريف، اتكلمنا عنه من شوية، وهو مبادرة حياة كريمة. المشروع ده بيعمل 3 حاجات. أولا تحقيق التنمية المستدامة، يعني تنمية في كل المجالات بشكل صحيح. تحسين مستوى الخدمات، تحسين التعليم والصحة والبنية الأساسية اللي هي الصرف الصحي والطرق، ماشي. وتحسين مستوى معيشة سكان الريف، يعني ترفع من مستوى المعيشة وتحاول توفر لهم حياة أحسن، علشان كده بنسميها حياة كريمة. يبقى مبادرة حياة كريمة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، تحسين الخدمات كالتعليم والصحة، تحسين مستوى المعيشة أو مستوى معيشة سكان الريف. نشوف الأسئلة كده. اكتب ما تشير إليه العبارات الآتية. يعني مديني شوية معلومات وأنا هقول بيتكلم عن مين. سكان يعملون بالزراعة وتربية الحيوانات ويسكنون القرى. يبقى سكان الحضر ولا الريف ولا الصحراء؟ طبعا سكان الريف. سكان يعيشون في الصحراء ويطلق عليهم اسم البدو. سكان يعيشون في الصحراء ويطلق عليهم اسم البدو، يبقى دول اسمهم ايه؟ طبعا سكان الصحاري. سكان يسكنون المدن ويعملون في التجارة والصناعة، طبعا الحضر. دلل على صحة العبارة، يعني اديني دليل على ان الكلام ده صح. تتعدد انماط السكان في مصر. ادام قالك دلل يبقى الكلام ده صح. قولي دليل. قولي دليل على ان انماط سكان مصر متعددين، مش نمط واحد، مش نوع واحد. ايه الدليل على كده؟ ان انا عندي 3 انماط، اللي هم سكان الحضر وسكان الريف وسكان الصحراء. يبقى الدليل على كده وجود 3
أنماط للسكان، وهم الحضر والريف وسكان الصحاري. يبقى أنا كده جبت دليل على الكلام ده. وبكده حبايبي نكون انتهينا من درس النهاردة، ويا رب تكونوا استفدتوا، وانتظروني ان شاء الله في فيديو جاي نحل أسئلة الكتاب على الدرس ده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.